قالوا ناس زمان: ما تحطي الماكلة باردة وما تسلمي على الناس وانتي قاعدة، ما تحكيش للناس وش رافدة، وبكري في حياتك لا يدخل عليك الضيف ويلقاك راقدة. بالك من المرأة الغدارة اللي تدي وتجيب بالخسارة، وردي بالك من المرأة المغيارة اللي تحسد وتشربك المرارة. بالك تدخلي للكوزينة بلا فولارة، طيح لك شارة وتضحكي عليك ناس الحارة. البصلة عمرها ما تولي تفاحة، ورخيص القلب ما تبان فيه ملاحة. وناس هذا الزمان ما تليق معاهم غير القباحة، إذا فاتوك بالزين فوتيهم بنظافة، وإذا فاتوك بالفهامة فوتيهم بظرافة. السوق ليه مال والدقيق ليه غربال، والصحبة ليها رجال. يا سعد لي حمد ربي مهما كان الحال، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سلام حبيباتي أسقاس أمقاس ذا مربوح إن شاء الله فلاكم. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. فيديو من كل فن شويه، اجواء تاع يناير واش حضرت وين رحت ديتكم معايا. اول حاجه كما تشوفوا يا البنات ما نقدرش نبداو لا فيديو تاعنا قبل ما نصلي ونسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا عليه يا حضار. لهنايا اللي شاف لا فيديو تاعي قبل ما نبداو ما نساوش نقولوا يا بوني ويفعل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وحبيبات قلبي واللي مدعميني ما تبخلونيش بالجام باه تصل الى اكبر عدد من المشاهدين. كما راكم تشوفوا يا البنات دخلت لكم بهذا السفنج المنبل الخفيف ما شاء الله جا كي القطن يشهي شهيتكم في الجنه يا البنات. جاء وصفه رائعه يا البنات يعني ما شاء الله. لهنا اللي تحب الوصفه ولا اللي انتريسي بالوصفه تخلي لي في لي كومونتير باذن الله راح نبارطاجيها معكم في المرات القادمة إن شاء الله يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا أول حاجة درتها هي السفنج هذا، اسمه نقدروا نقولوا روتين مسائي. السفنج هذا قبلها خرجت كما راكم تشوفوا في بدايه لا فيديو هذيك البلاصه اللي كنت ديتها لكم المره اللي فاتت تاع شلال كفريده. حاطين هذيك القاعده القبائليه الامازيغيه هذيك. وفي العشيه درت هذا السفنج هذا تقهوينا به كما راكم تشوفوا جا ما شاء الله يعني. باذن الله راح نبارطاجي معكم الوصفه. كيما درت هذا رفيس تونسي ولا الطمينه كل وحده كيفاش تقول لها. لهنا هذه الطمينه تدار بالغرس درتها لوليداتي. انا صراحه مانيش موالفه نحتفل بيناير مي راكو تعرفوا كي ولادي دركا كبروا يقراو كامل وسورتو في منطقه القبائل هذه يسمى حتموا عليه باه يجيبوا معاهم حاجه كي تعرفوا يحتفلوا اسمها ما عندهم هذه سي ساكري هذه ليناير هذا لازم يحتفلوا به. لازم يحتفلوا به كما قلت لكم. واللي توجدت لهم هذيك السفنج تقهوينا به كما قلت لكم. ودرت لهم هذاك الرفيس ولا الطمينه بالغرس. كنت درتها مع مشاركه بوليداتي ما شاركتكمش لا فيديو. لهنايا اللي تحب ثاني الفيديو تاع الطمينه ولا كيفاه نديروا لها راح نوجد معكم في المرات المقبله ان شاء الله. ووجدت معاكم هذه الاكله القبائليه يعني تاع الجدود اسمها طاجين السيوانه. نروحوا نحكي لكم حكايتها كيفاه. درك هذه طاجين السيوانه كيفاه يدار بهذا اللفت الكبير. جبت حبه كبيره يتباع هذا اللفت الكبير سبيسيال يديروه به. دركا هذا اللفت هذا يجي حبه كبيره انت تحبي تجيبي حبه زوج كما حبيتي. انا هنا كانت عندي حبه قشرتها غسلتها فورتها كما راكم تشوفوا ولبستها بالفرشيطه. بعد ما لبستها وكامل كنت وجدت مقله كما راكم تشوفوا فيها زيت الزيتون. هذه الاكله هذه بالزيت الزيتون مش بالزيت تاع الماكله اللي نديرو بها. وحطيت فيها زوج سنينات ثوم عفوا زوج سنينات ثوم. وبيان سور نحطوا هذاك الخردل اللي درناه كما راكم تشوفوا نحطوا يزيد يتشرب في هذيك الزيت الزيتون والثوم مليح يخليهم شويه يتقلاو. ونزيدوا نضيفوا لهم شويه تاع الملح والفلفل الكحل ونزيدوا غير نخليهم باش يتنكهوا بهذاك ويدخل فيهم الثوم وتجيب بنينه ما شاء الله. تحطيها كيما نقولوا حنايا نحطوا الحميص ولا نحطوا ولا هكا سلطه
المهم حتى هي هما أكلة يديروها ياكلوا بها طول كثرة شغل، هي تشبع صح، يعني يديروها كشغل الماكلة رئيسية عندهم. عندك حنا يا اخي نحبوا نديرها باغ اكزومبل مع حاجة نفوتوا بها كيما الحميص كيما قلت لكم كامل. وفي الاخير اللمسه تاع الزيت الزيتون اللي حطيتها بزاف نكهه بنينه. هذه هي. وكنت ثاني خرجتكم هذه الخرجه هذه، يعني كلش تقليدي. الفيديو هذا تقليدي في تقليدي يا البنات، يعني ما خرجت لكمش خلاص يعني حاجه مودرن ولا حاجه عصريه، اجواء تقليديه، اجواء يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا. لهنايا هذا رحت كليت الزفيتي والشخشوخه الحاره. انا لهنا صراحه الشخشوخه هذه ما جبتهاش حاره على جال وليداتي، مي الزفيتي واش راح نقول لكم يا البنات. بيان سور هذا اللحم المفور وشويه دجاج محمرين ثاني. وهذا هو العشاء تاعنا، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.